السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال وراحة بال رب العالمين. عايزين كده ندعي لاخواننا في فلسطين وغزة، ربنا يعديهم من اللي هم فيه ده على خير يا رب. يا رب ينصرهم يا رب بحق جاه المصطفى، اللهم انصرهم يا رب. عايزين دعوات كتير يا جماعة. هنا بنعمل شعرية، جبت سمنة وحطيت عليها الشعرية وحمرتها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بسقيها بالمية وبحط عليها ورقة فانيليا وسكر. هنعمل شعرية باللبن. عايزة اقول لكم الشعرية باللبن دي انا زمان كنت بعملها ازاي، هتضحكوا عليا. وانا بنت كنتش اعرف الشعرية بتتعمل ازاي، بيقولوا شعرية بلبن، فما كنتش بسقيها بمية، كنت بسقيها بلبن. كان شكلها بيبقى فظيع، بس كانت بتتاكل يعني، ما كانتش بتترمي والله العظيم. بعد ما اتجوزت بقى عرفت هي بتتعمل ازاي. بتعمل الشعرية لوحديها وبتحط على اللبن بعد كده. حطيت بقى السكر هنا واقلبه، وبعد كده اسيبها بقى لغاية ما ايه، ما تتشرب خالص. هنا بقى بعد ما اتشربت اقلبها تقليبة كده واسيبها تكمل سواها. متنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى حطيتها وبحط عليها اللبن. سخنت هنا اللبن بس كده. دي اكله من الاكلات بتاعت زمان بقى اللي احنا كنا بناكلها بقى ايام ما كانش فيه بقى ولا نوتيلا ولا دانتيلا ولا الكلام ده. دي كانت الحاجه الحلوه اللي كنا بنحب ناكلها ونعمل نفطر بيها بالليل، نتعشى بيها بالليل. الله يرحمك يا امي يا رب، كانت على طول بتعملها لنا عشان احنا كنا بنحبها قوي من ايديها. وهنا بعد ما خلصتها حطيت طبق ليا ولجوزي، والهنا والشفا. تعالوا كلوا معانا. شايفين المنظر؟ انا بحب بقى اسوع القعر واكله لوحده كده من غير لبن والله العظيم. يلا بألف هنا وشفا، تعالوا كلوا معانا. متنسيش لو عجبك الفيديو تدعميني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبرحب بكل المتابعين الجداد اللي شرفوني في قناتي، برحب بكم بجد جدا. باي.